والله ما انا عارف اقول ايه، والله العظيم ما عارف ابدا منين واقول ايه. هو ده فريق الكرامه والوطنيه. يعني هو نادي الزمالك هو كده فريق الكرامه والوطنيه. مشجع جاي من المانيا مخصوص للمغرب علشان يشجع نادي الوداد. يعني هو ده كده، هي دي الكرامه وهي دي الوطنيه عندكم. انا دلوقتي هجيب لكم كلام، يعني مشجع زملكاوي جاي من المانيا مخصوص للمغرب علشان يشجع الوداد. هسمعكم الفيديو وانتوا احكموا بنفسكم. ماسك علم الزمالك وعمال يصيح ويغني ويقول لك وداد وداد. طبعا هو قال الصياح دوت ساعة ما البعثة بتاعت النادي الأهلي يعني داخلة ولعبت النادي الأهلي. يعني أنا مش عارف هو واخد 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا كام عشان يعمل الفيلم الهندي اللي هو عمله ده. وبصراحة برضه أنا مستغرب الشرطة ازاي يعني موافقة على الموضوع دوت. الشرطة المغربية عليها علامة استفهام كبيرة في النقطة دي. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ واقف هنا مديله ظهره ولا مديله أي اهتمام أصلا، وعمال يضحك عليه وخلاص. بيقول لك الوداد هيكسب 4-0. بيقول لك مفيش اتحاد ومفيش كورة. انا زملكاوي صميم يعني. لا طبعا جيت من القاهره، جيت من المانيا، من رابطه محبي الزمالك في المانيا عشان اشجع اخونا. طبعا الوداد اخونا ده عشان يشجع اخوه عشان هو الوداد. اخونا في الوداد هو الظلم اللي اللي اخوه مش بيحصل على الاهلي. الزمالك من الاهلي طول عمره، والاتحاد الافريقي كله دايما ناحيه الاهلي وبيديله الماتشات السهله. الاهلي بيقول ان الاتحاد الافريقي بيدي للاهلي الماتشات السهله، وان هو فريق الوداد دايما مظلوم زي ما النادي الزمالك مظلوم. اسمع كده تاني. 16 سنه كامله دور الثمانيه يلعب ماتش العوده في القاهره. الاهلي والواسطه بتاعته وللاسف بالاساليب الغير نظيفه هو اللي كسب البطولات كلها، وفي مصر نفس الوضع. عشان كده احنا مع المظلومين، مع الوداد. بيقول لك احنا مع المظلومين. ويعني انا مش عارف بصراحه اقول له ايه ده. طب ما الوداد كسبان السنه يعني النسخه، اخر نسخه من الاهلي، والماتش ده كان عليه علامات استفهام كتيره، وكان النهائي طبعا في المغرب زي ما احنا عارفين. دي كده برضه الاتحاد الافريقي برضه بيجامل الاهلي. اللي اتظلم قدام الترجي ربنا هينصره، ربنا هينصره قدام الاهلي. 4-0 ان شاء الله. 4-0. بقول ان الوداد هيكسب 4-0. عشمه كبير جدا جدا جدا. وبيقول وداد وزمالك وعمال يصيح مع الوداد والزمالك. ما يعرفش ان جماهير الوداد لما طردوا يعني هو مش عارف، هو ما شافش المشجع ان جماهير الوداد طردته في القاهره ورجعته ورا، قالت له ارجع ورا ارجع، احنا مش ناقصين قرف، ارجع ارجع. يعني انت ما شفتش ده يعني انت مش عارف، انت غريب جدا جدا جدا. وطبعا هو عامل الموضوع دوت يعني عشان يطلع ترند. هو فعلا طلع ترند، بس انت طلعت ترند في حاجه خايبه، يعني ما طلعتش ترند في حاجه كويسه قوي. يعني انا عايز اوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي. لاعيبه النادي الاهلي لازم تكون رجاله، ولازم تكونوا على قد المسؤوليه، لان انتوا كل الناس كرهاكم. وثلاث ارباع يعني الزملكاويه يعني معروف ان هم عايزين الاهلي يخسر. يعني في قله معينه، يعني فئه قليله قوي من الزملكاويه ان هم بصراحه يعني اللي بيفكروا بعقلهم، هم اللي يعني ايه عايزين النادي الاهلي يكسب عشان هو بيلعب اسم منتخب مصر. انما طبعا يعني
75 80% من الزملكاويه عايزين الاهلي يسقط في المغرب، وعايزين النادي الاهلي يخسر. فانا بقول للاعيبه النادي الاهلي لازم تكونوا رجاله ولازم تشرفونا، والحاجات دي كلها بلاش تحبطكم، بالعكس بل تقومكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس. ودي كانت حلقه النهارده. اتمنى لو عجبتك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.